المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم، أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. مجلس الأمن الدولي يرفع الحظر المفروض على إريتريا بكامل الأصوات. جهود لتقوية المؤسسات العدلية. الاحتفاء في مصوع باليوم العالمي للسكري. التهدئة في غزة تدفع وزير الدفاع الإسرائيلي للاستقالة. تيريزا ماي تتوصل لاتفاق. المستشارة الألمانية تدعو إلى بناء جيش للاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. قرر مجلس الأمن الدولي أمس 14 من نوفمبر وبكامل الأصوات رفع الحظر الجائر الذي فرضه على إريتريا في شهري ديسمبر 2009 و2011. وشمل الحظر المرفوع القرار رقم 1907 الصادر في 2009 والقرار رقم 2023 الصادر عام 2011. وشمل حظر الأسلحة وقرارات أخرى هدفت إلى إضعاف الاقتصاد الإريتري بطريقة غير مباشرة. وتهنئ الحكومة الإريترية الشعب الإريتري عامة بهذه المناسبة التي جاءت بفضل صموده القوي ومثابرته، وقدمت شكرها لأصدقاء إريتريا الذين أسهموا في رفع الحظر. فيما يلي نقدم التصريح الذي أصدرته الحكومة الإريترية. تصريح صحفي. السؤال ليس رفع الحظر، بل لماذا فرض أصلا؟ قرر مجلس الأمن الدولي رفع قرار الحظر الجائر الذي فرضه على إريتريا في ديسمبر 2009 و2011. الحكومة الإريترية وإذ ترحب بخطوة قرار رفع الحظر الذي فرض على إريتريا منذ 10 سنوات، والتي هدفت لتصحيح القرار الجائر وإن جاءت متأخرة، ذلك لأن الحظر الذي فرض دون مبررات ومسوقات قانونية تضرر منه الشعب الإريتري. بهذه المناسبة فإن الحكومة الإريترية تهنئ الشعب الإريتري داخل الوطن والمهجر، والذي تصدى ببسالة للظروف الحالكة والتي خرج منها منتصرا. والتهنئة كذلك لكل أصدقاء إريتريا الذين حاولوا بكل السبل من أجل العمل على رفع الحظر المخجل بحق إريتريا. ونحن إذ نودع تلك الحقبة السوداء ونتطلع للمستقبل، علينا الاستفادة من تلك التجربة بالخروج ببعض الحقائق ونستخلص منها العبر. لماذا صارت إريتريا الضحية؟ وما هي الآثار التي خلفها الاستهتار بالقانون الدولي؟ وقد أصبحت حقائق واضحة للجميع. إن خطط واستراتيجيات الهيمنة من قبل الإدارات المتعاقبة في واشنطن، كلينتون، بوش، أوباما، هدفت لخلق أنظمة تابعة لها، من بينها نظام الوياني الذي اعتمدوه في القرن الأفريقي، وذلك باتباع الأساليب التالية: تأجيج النزاعات الحدودية وبالنتيجة التسبب في الحروب، ومن ثم إدارة تلك المشكلات، إثارة النزاعات الإثنية والعرقية وسيادة الفرقة وعدم التوافق، التآمر على كل تكامل وتعاون إقليمي بإثارة البلبلة وخلق مبررات للتدخل. ودون الذهاب بعيدا فإن آثار ذلك تتضح جليا في الصدامات العرقية في إثيوبيا وما تخلفه من عدم استقرار، وكذلك ما يحدث في الصومال وجنوب السودان، والتعقيدات التي تحدثها التدخلات الخارجية والتي أدت بالنتيجة لظهور الإرهابيين والمعيقين لكل سلام. هذه الاستراتيجية والخطط غير الصائبة أدت إلى نتائج مدمرة، فقد تسببت في إبادة وتشريد للشعوب والمزيد من اللجوء وحدوث المجاعات والدمار الاقتصادي، وفوق ذلك خسارة 150 مليون نسمة من سكان المنطقة لفرص التنمية والنمو الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي. إن المؤامرات التي حيكت ضد إريتريا من قبيل افتعال النزاع الحدودي والغزو العسكري المكشوف والمؤامرات السياسية والحملات النفسية ومحاولات التشويه وفرض العزلة والحصار والحظر الاقتصادي المستمر، والذي اختتم بقرار الحظر المجحف بإلزام أعضاء مجلس الأمن الدولي على المصاغة عليه عام 2009
كلها في النهاية لا تخرج عن إطار تلك السياسات والاستراتيجيات غير الصائبة، وما أحدثته من دمار وخسائر لا مثيل لها. ورغم انكشاف الأكاذيب وافتضاح الجرم، فإن ما زاد الأمر فظاعة كان التعلل بأسباب واهية بغرض مد وإطالة مدة الحظر. إن مجلس الأمن علاوة على تحمله مسؤولية رفع الحظر، يتحمل أيضا مسؤولية تعويض ما حدثه الحظر من إجحاف وظلم، كما أن الحكومة والشعب الإريتري سوف لن يوقفا مطالبهما برفع الحظر فقط، وإنما سيواصلان نضالهما من أجل إحقاق الحق وإقرار العدالة. وزارة الإعلام 14 من نوفمبر 2018. أعلنت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم أن الوزارة تعمل لإصلاح وتقوية عملها المؤسسي. وضحت لدى لقائها عمال المؤسسات الحكومية وإدارات إقليم شمال البحر الأحمر في 13 من نوفمبر أن جعل المحاكم الأهلية تتحلى بالقدرة والكفاءة تلبية لمتطلبات المرحلة من المهام الآنية للوزارة. ويجري العمل بقوة لوجود علاقة لصيقة بين المؤسسات العدلية ونظام معلومات سريع. وأشارت إلى أنشطة التوعية بالقانون الجارية عبر وسائل الإعلام والسيمينارات والاجتماعات، موضحة القيام بإصلاحات في دائرة سلطات المحاكم بموجب المرسوم 167/2012. وقد تم إدخال قضايا الأسرة والوراثة والإيجارات والقضايا الجنائية الصغيرة ضمن اختصاصات المحاكم الأهلية. من جانبه أوضح حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العقيد تخلي لبسو أن المحاكم الأهلية ظلت تقدم خدمات جليلة لحصول المواطنين على الخدمات العدلية عن قرب، داعيا لانتخاب قضاة أكفاء وتوريث القيم والأعراف السامحة للمجتمع. وأشاد الاجتماع بدور المحاكم الأهلية لحل القضايا، مشددا بأن التغييرات التي قامت بها الوزارة تعتبر آنية وهامة. جرى الاحتفال في 14 من نوفمبر بمدينة مصوع باليوم العالمي لمرض السكري تحت شعار الأسرة ومرض السكري. وقال رئيس جمعية مرضى السكر الدكتور جيتوم مبرهتو في المناسبة إن مرض السكري أصبح أحد التحديات الصحية على المستوى العالمي في القرن 21، ويوجد 382 مليون مريض بالسكري في العالم، ويتوقع ارتفاع العدد إلى 582 مليون في عام 2035. وأشار إلى تزايد الإصابة بالسكري في البلاد وتقديم خدمات صحية ودوائية مجانية لمرضى السكري، لذلك تعتبر إريتريا مثالا في أفريقيا. وقدم في المناسبة شرحا حول طبيعة مرض السكري والأدوية التي يتوجب أخذها والأغذية والرياضة التي يجب اتباعها والمتابعة الصحية. ويحتفى ب14 من نوفمبر اليوم العالمي للسكري للمرة 28 على مستوى العالم و18 على مستوى البلاد. سلمت لجنة أصدقاء الشباب في مديرية دبار وفي 13 من نوفمبر لفرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة أدوات موسيقية كاملة بقيمة 200,000 بمبلغ 200,000 نقفة تم جمعها بتعاون إدارة المديرية والسكان لتطوير العمل الفني. وأوضح مدير المديرية السيد فروينجيل تخلي هيمانوت في المناسبة أن الأنشطة التي تقوم بها لجنة أصدقاء الشباب ذات فعالية كبيرة، وقال إن الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية والمتاجر والبساتين نتاج عملها. في غضون ذلك نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بمديرية دبار دورة تدريبية لتصفيف الشعر ل40 امرأة، كما تلقت النسوة تأهيلا في كيفية استخراج الرخص والحصول على القروض، كما سمح لكل واحدة منهن قرضا بمبلغ 20,000 نقفة دون فوائد. ودعا مسؤول فرع الشباب في المديرية السيد قرماي قبرو الشباب للاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية المتاحة. من جانبه أوضح مسؤول المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد عقباي برهي أن المجتمع القوي يخلق شبابا أقوياء، مشيدا بمبادرة سكان دبروة، وأكد على العمل لإدخال خدمات الإنترنت والمكتبة الرقمية.
عقدت الشرطة سيمينارا تنويري لأصحاب المرافق الخدمية في مدينة مندفرة بشأن القانون والمساهمة لمكافحة الجريمة. وقال قائد مركز شرطة مديرية دوبار شرطة مديرية مندفرة الملازم محمد صالح إسماعيل إن على المرافق الخدمية إدراك مكافحة الجريمة واجب وطني وتقديم خدمات جيدة للمواطنين تنفيذا للتعليمات المقدمة. وقدم مسؤول التحقيقات الجنائية الملازم ثاني قبرة سائب برهاني توضيحا موسعا عن الجريمة وسبل مكافحتها، مشيرا إلى أن بيع الكحول للقصر والاستفطافة في الفنادق دون وثائق قانونية من الظواهر المسببة للجريمة. وأكد المشاركون لتعزيز التعاون مع الشرطة. بالأنباء العالمية كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، دفعت التهدئة التي توصلت إليها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية وزير الدفاع الإسرائيلي أفجدور ليبرمان إلى الاستقالة من منصبه. وجاءت استقالة ليبرمان عقب اجتماع عقده مع كتلة حزبه إسرائيل بيتنا في الكنيست، حيث أبلغهم رغبته في ترك وزارة الدفاع احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ليبرمان عارض قرار التهدئة الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المستقر لشؤون السياسة والأمن، وكان يدفع باتجاه التصعيد مع حماس، كما طالب بعد استقالته بإجراء انتخابات مبكرة. وتوصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد يومين من القصف المتبادل على إثر اقتحام عربة إسرائيلية لأراضي القطاع الحدودية واشتباك مسلحين من حماس معها. وقتل 7 فلسطينيين في قارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، ردا على إطلاق صواريخ إسرائيل في أسوأ تصعيد بين الجانبين منذ عام 2014، وهو ما أثار حفيظة الإسرائيليين ضد ليبرمان. بعد محادثات استمرت لأكثر من عام، نجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل إلى مسودة اتفاق تنظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من أن تثير الخطوة خلافات واستقالات وزارية. وأشارت مصادر إلى أن ماي ستجتمع مع أعضاء حكومتها لبحث مشروع الاتفاق الذي من المتوقع أن يؤدي إلى استقالات من جانب الوزراء المطالبين بانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي. وبينما تعد بروكسل لأول انسحاب لدولة ذات سيادة من الاتحاد، فإنه يتعين على ماي التي تواجه معارضة داخل حكومتها وحزب المحافظين الذي تتزعمه السعي الآن للحصول على موافقة مجلس وزرائها على الاتفاق، فضلا عن أن تنجح في انتزاع موافقة البرلمان. واتهم مؤيدون للانسحاب من داخل حزب المحافظين زعيمتهم ماي بالاستسلام أمام الاتحاد الأوروبي، وقالوا إنهم سيصوتون ضد الاتفاق، بينما شكك الحزب الإيرلندي الشمالي المساند لحكومة الأقلية التي ترأسها في إمكانية أن تحصل على موافقة برلمانية. دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بناء جيش متكامل للاتحاد الأوروبي، وذكرت بدروس الحرب العالمية الأولى والانقسامات التي أدت إلى نشوب الصراع. وقالت ميركل في كلمة أمام البرلمان الأوروبي أنه ينبغي العمل على رؤية مفادها بناء جيش أوروبي حقيقي، ورغم أن الدعوة تعكس نهجا عاما في التفكير داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنها ليست مقبولة من الجميع. وكان الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أول من أطلق هذه الدعوة، إذ قال الأسبوع الماضي إن أوروبا تحتاج جيشا حقيقيا لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع. وأثارت الدعوة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكر وزير دفاعه جيم ماتس أن حلف شمال الأطلسي هو حجر الزاوية في حماية أوروبا، على الرغم من دعوة فرنسا وألمانيا التي إلى تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي.
قالت دار كريستيز للمزادات إن ألماسا ورديا تزن قليلا من 19 قيراطا بيعت بسعر قياسي بلغ 50 مليون دولار، واشترتها شركة هاري ويلستون الشهيرة للمجوهرات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. وأضافت كريستيز أن شركة هاري ويلستون المملوكة لشركة سواتش السويسرية سرعان ما غيرت اسم الألماظة إلى إرث ويلستون الوردي بعد أن ضمتها إلى مجموعتها من المجوهرات النادرة. وقال رئيس المجموعة الفاخرة في كريستيز إن مزاد المجوهرات نصف السنوي الذي يقام في جنيف حصد مبلغ 110 ملايين دولار، وكان من بين المعروضات 11 قطعة بيعت الواحدة منها بأكثر من مليون دولار. وأضاف حققت الماظة الإرث الوردي هذا السعر المرتفع بشدة وهو 50 مليون دولار، أي 2.6 مليون دولار للقراط، وهذا رقم قياسي عالمي للألماظ الوردي. فاصل أخير ونوافيكم بالنبأ الرياضي، كونوا معنا.